أخيراً وبعد طول انتظار سيحتضن العراق والبصرة الفيحاء على وجه التحديد العرس الخليجي المقبل والمتمثل ببطولة الخليج ال25 بكرة القدم. استضافة بطولة كروية قد تكون في أي بلد آخر حدثاً طبيعياً لا يخرج عن المألوف، لكن الظروف التي مر بها العراق منذ عقود تجعل الأمر مختلفاً. الشارع الرياضي وخلفه ملايين العراقيين انتظروا على أحر من الجمر في السنوات الماضية قراراً ينصف العراق ويرفع عنه غبن حرمانه من استضافة البطولات، لكن المبررات الأمنية والفنية وغيرها كانت تجهض الأمل في كل مرة يقترب فيها تحقيق الحلم. قرار تكليف العراق باستضافة البطولة لم يأتي من فراغ، بل جاء على خلفية سده جميع الأبواب أمام الذرائع التي كانت تحرمه دوما من حق استضافة أي بطولة أو مباراة، فالبصرة تنعم بوضع لا يقل أمنيا عن نظيراتها من مدن المنطقة، والمنشآت الرياضية قطعت شوطا كبيرا وأصبحت جاهزة. وقبل ذلك كله فإن جهود الجهات الرسمية كانت عامل ضغط ساهم في قرار منح العراق حق الاستضافة. بطولة الخليج ستكون الثانية على أرض العراق بعد مرة واحدة يتيمة بالعام 1979 عندما استضاف بطولة الخليج الخامسة. أكثر من 40 عاما مرت كانت فيها أجيال من عشاق الكرة ينتظرون أن يشاهدوا نجوم الخليج يتبارون على أرض بلادهم. البصرة مدينة جميلة في أهلها وفي حفاوتها وفي كرمها وفي ضيافتها، احنا فخورين. احنا ناشدنا الإخوان في الاتحاد الخليجي، يا جماعة أتت الفرصة الآن للشعب العراقي، ما نقول حق الاتحاد، نقول للشعب العراقي أن ينظم هذه البطولة، وأنا متأكد أن البطولة ستنجح لكون هذا الشعب يحب الرياضة ويحب كرة القدم على وجه التحديد. الكرة الآن في ملعب الجهات المعنية لإثبات أحقية العراق باستضافة هذه البطولة وغيرها في المستقبل. النجاح في تنظيم البطولة سيكون البوابة الحقيقية لعودة المباريات الرسمية إلى أرضنا والانطلاقة لعودة الأفراح إلى جماهيرنا الكروية التي حرمت من حق تشجيع منتخب بلدها على أديم ملاعبها.